نرحب بتجارب ناجحة عندنا في الجمهور. معنا الأخ عادل الكعبي. عادل حياك الله برنامج خطوة. حياك الله دكتور خليفة. عادل أنت نزلت تقريبا 35 كيلو من وزنك، ها؟ صحيح، نزلت تقريبا 35 كيلو بمساعدة الدكتور سمير. طبعا في البداية يعني ما بديت يعني من 35 كيلو، طبعا كانت لي بداية وتجارب سابقة، لكن كانت أفضل تجربة لي مع الدكتور سمير ولله الحمد. طيب ما الذي تعلمته من الدكتور سمير على أساس الشباب اللي مثلك يتعلمون؟ أنت الآن كم صار وزنك؟ سابقا يعني لازم نذكر سابقا كان تقريبا فوق ال 165. 165؟ فوق ال 165 ما شاء الله. يعني حتى الصورة نعم تبين هذه الصورة الآن نشوفها نحن حقيقة مع المشاهدين الكرام يعني. لكن ولله الحمد حاليا يعني أنا قطعت من مرحلة العلاج 4 شهور فقط، لكن يعني وصلت لمرحلة الحمد لله متقدمة في العلاج، وصلت لوزن 125، أي يعني أكثر عن تقريبا 35 كيلو بمعدل 40. حاسس بسعادة؟ أكيد كل شيء يعني، حتى المجتمع اللي حوالي فرحانين بهذا التقدم، حتى يعني المدرسة يعني مش حتى المجتمع اللي في المنزل بس، مدرسين مدراء مديري ولله الحمد يعني الكل حاسس بهالتغير نفس ما أنا حاسس به. أعتقد حتى أدائك المدرسي صار أفضل. طبعا بكل تأكيد يعني نفس مثلا نحن عندنا في الثانوية الحياة العسكرية. نعم. يعني كنت أنا أخاف من الحياة العسكرية، حتى في مستقبلي كنت أحاول أبعد عن الحياة العسكرية أي حياة ثانية، لكن بالعكس الحين صرت يعني شبه مدمن حياة عسكرية، أحب الحياة العسكرية مع هذه الخطوة الحمد لله الجميلة في حياتي ولا زلت أستمر فيها. طيب لو بغيت تلخص هذه الخطوة في نصائح للشباب اللي مثلك وشرواك يعني الآن، ماذا تقول لهم؟ طبعا في البداية هذه الخطوة في البداية يعني نقدر نقول الإرادة والنفسية هي اللي تلعب دور. ثاني شيء هذه النفسية والإرادة ما حد يأثر فيها إلا ذاتك أنت ومجتمعك اللي حولك، لأن يعني إذا كان المجتمع اللي حولك يساعدك أكيد نفسيتك دائما بتكون مرتفعة ومستحيل تنزل. فهذا أنت راح تتقدم خطوة للأمام ومستحيل ترجع خطوة للخلف، لكن إذا اللي خلفك ودروك طبعا أنت راح تتراجع وراح يعني تضعف الهمة عندك. وغير هذا لازم الواحد ما يستعجل، نفس ما ذكر الدكتور جميل والدكتور سمير، يعني لازم نكون وسط، لا نكون مستعجلين ولا نكون في نفس الوقت متراخين، نكون وسط أنا ودي حقيقة ودي الجمهور يحييه على هذا الإنجاز اللي أنجزه في حياته، ويكون إن شاء الله نموذج للشباب اللي يعني المراهقين إنجاز التعبير اللي بالعقل والحكمة يعني يصلون إلى المستوى المطلوب إن شاء الله في حياتهم. إن شاء الله. أنا أشكرك. طيب معك أو جنبك أيضا حالة من الحالات، الأخ سيف الكعبي. سيف كنت تعاني من داء السكر. نعم. وبالغذاء المناسب استطعت أنك تتحكم في هذا الداء؟ نعم. كان عندي مخزون السكر في الجسم مرتفع، لكن بممارسة الرياضة والغذاء المتزن الحمد لله يعني كانت النتائج بعد فترة زمنية انها مذهلة، بحيث ان مخزون السكر في الجسم نزل تقريبا للمعدل الطبيعي. الحمد لله. يعني كنت في الفترة الماضية تحتاج أدوية للتعامل مع السكر؟ نعم، كنت أخذ تقريبا منظم للسكر. دكتور سمير كيف كانت الحالة هذه؟ بالنسبة لحالتين عادل وسيف. نعم. عادل عشان ننجح قلنا في التعامل مع أي حد لعلاج السمنة لازم نتعامل معاه بشكل مزاجي عالي، نشوف ايه اللي هيناسبه ونشوف ايه وضعه ونشوف ايه الترتيبات اللي تلزمه ونشوف قدرة التحمل بتاعته لحد فين. نعم. بحيث لو زدنا يبقى كده هنخسره، يبقى هنخسر ان هو يكمل معانا اللي هو الرجيم السريع. بنمشي على قد قدرته او على قد ايه مقدرته في الدايت نفسه. والحمد لله كان نجاح 35 كيلو في 4 شهور وما زال مستمر. بالنسبة للأخ سيف لازم أركز وأنبه كل المستمعين لنقطة، مريض السكري وخاصة اللي بياخد جلوكوفاج يا دكتور جميل ده ممكن معرض إذا حصل أو قلل السعرات الحرارية أو مصدر الكربوهيدرات ممكن يحصل عنده حالة هايبوجلايسيميا. فلا بد أن ينتبه كل من هو عنده سكر وحابب ينظم أكله يمارس رياضة أنه يكون تابع لإشراف مختص في التغذية العلاجية، وبرضه دكتور السكري ده رقم 1 بحيث ما يتعاملش بشكل عشوائي، بيتعامل بشكل محسوب. سيف لما بدأ معايا حددت معاه قد ايه مستوى السكر عنده،
حددت معاه الادويه اللي بياخدها وقد ايه تركيزها، وبدات اقول له انتبه على حالك بحيث لو صار كذا بيكون كذا، ويبقى في تواصل ما بينه وبين المريض. طيب سؤال منطقي في هذه الحاله، كثير من الناس يبحث عن القوام الرشيق. هل هذا الوزن المناسب، هل هناك فعلا شيء اسمه وزن مثالي ام لكل طول ولكل عمر يعني وزن مثالي انجاز التعبير؟ ما شاء الله، سؤال حضرتك جميل ومميز. قلتها برضه هنا في استوديو من 4 سنوات داخل ابو ظبي، قلت الرشاقه الاوروبيه نحافه في الدول العربيه، ورشيقه الدول العربيه عندها زياده وزن في الدول الاوروبيه، فمفهوم الرشاقه مختلف او ما بين ثقافات المجتمع. ولكن بالنسبه لي كاختصاصي في التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه، الوزن المثالي هو الوزن الصحي ممتاز. اللي بيكون مؤشر كتله الجسم فيه يتراوح ما بين ال 25 من 20 ل 25، ليه معايير ومقاييس. نعم، شكرا لك دكتور.